أخي العزيز وأختي العزيزة، يقول الله عز وجل في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لدي استفسار: لماذا المذيع إذا أضاء له الضوء الأحمر لماذا يبدأ بالاهتمام أكثر، مع أنه الآن لا يرى أحدا من الجمهور، لكن لماذا يشعر بالرهبة؟ الجواب: لأن عنده يقين تام بأن هنالك من يقابله، حتى وإن لم يرى أحدا من المشاهدين، لكن يوجد بقلبه يقين بوجودهم. لهذا السبب وأنت إذا قلت الله أكبر لديك يقين بأن هناك الآن من يقابلك، إنه الله. أنت تقف بين يدي الله، أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقول لي إخوتي بعدما استحضروا هذه المعاني في صلاتهم: أصبحت أرفع يدي للتكبير فأستحي وأحس بهيبة فأنزلها، ثم أرجع أرفع يدي ثم أقول الله أكبر، أحس بعظمة من سأدخل عليه الآن، فأرجع يدي مكانها ولا أقدر أرفع أكثر من مرة كي أكبر في النهاية. من أنا حتى يكلمني الله مالك الملك؟ لأن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة فقد دخل على الله عز وجل، وقف بين يديه فليستشعر أنه يخاطب عظيما. إذا أردت أن تعرفي مدى إيمانك فراقبي نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله وتالله ما صعد عزيز مصر يوسف عليه السلام إلا في مثل ذلك المقام. قال الله عز وجل في كتابه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أف للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك، وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحبه من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يرى فاستحى من ربه، كيف يعصيه وهو يرى؟ إني أخاف الله رب العالمين. إن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي، والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله عليه الصلاة